الفيديو اللي جاي هيتكلم على بقية الخمس أسس اللي لازم تكون موجودة علشان نقول ان احنا اصلا بننفذ التربية الإيجابية. والتربية الإيجابية يا جماعة جاية من فكرة العلم النفس الإيجابي، اسمه علم النفس. بني آدم، فاحنا بندرس البني آدم ده، النفس بتاعته بتزقه على ايه، بتخليه يعمل ايه من غير ما ياخد باله، بتخليه يعمل ايه وهو واخد باله، بتزقه انه يبقى انسان عامل ازاي، وصل لايه بسبب ايه. كل الكلام ده واكتر منه بكتير في علم النفس. اي علم في الدنيا لما الناس تشتغل عليه تدرسه بيبدأ ينتشر. وبعدين في حاجة اسمها تطوير. بعيد عنكم، احنا عندنا مشكلة في حتة التطوير دي. معلش، تطوير معناها ان انا هحتاج آلات جوه، هسيب شوية حاجات كانت لما اتطبقت كتير قوي وشوفنا بقى بعد جنريشنز كتير قوي، يعني ممكن نقول مثلا شوفنا بعد 4-5 أجيال ورا بعض ايه التطور بتاع البني آدم طبقا للسلوكيات دي في المجتمع، وايه اللي خلاها تطلع اساسا من البني آدمين دول. دي ناس بتبقى قاعدة مكرسة حياتها انها تدرس الكلام ده، اوكي، واحنا بنروح نحاول نشوف الدولار بكام. مفيش مشكلة، كل واحد اتخلق لما خلق له زي ما بيقولوا. العلم ده يا جماعه في تطوره، في طريقه تطوره، بيشيل حاجات، بيوقع حاجات. خلاص يا جماعه ده احنا مش هنشتغل بيه اني مور. ليه؟ عشان طلع لنا النتيجه الفلانيه. طب ليه ما نكمل بيها؟ عشان احنا بنحاول نبقى في حياه افضل. طب هو احنا اصلا ما كناش عايشين حياه افضل قبل كده؟ ممكن نكون في نقطه معينه كنا عايشين حياه افضل بالناس اللي كانت عايشه ساعتها، لما كبروا حسوا ان زمان كان افضل. انه لما احنا بنكبر دايما بنقعد نقول ايه، الزمن الجميل بقى. دي اللي احنا بنشوف فيها موضوع انه الحياه كانت افضل. غير كده كل مرحله، كل جيل بيطلع عنده شويه اوجاع من الجيل اللي قبله، او شويه احساس بعدم القدره، وعنده شويه حاجات كده اللي هي بنقول عليها ايه، رد فعل بتاع الحاجه اللي معموله. يعني مثلا لو الجيل ده جيل مثلا ألف عمل في جيل ب رباه بشكل معين، جيل ب ده خلف تاني جيل بقى ايه ت، تحس ان هو كأنه ايه ده اتعمل فيكوا، انا مش هيتعمل فيا، بيدافع عن نفسه، انا هوريكوا. هو ده بقى اللي بيحصل كل فتره. لو حتى ما اتكلمناش على موضوع الاجيال، فبنتكلم على في وسط الجيل نفسه هتلاقي فيه بشر واخدين الامر زي هذا ما وجدنا عليه ابائنا، وفي بشر شايفين ان هم محتاجين يقولوا لا اساسا خالص لكل ما وجدنا عليه ابائنا. وفي بشر او مجموعه اخرى يعني هتلاقيه بياخدوا حته من هنا وحته هنا ويطلعوا ايه، يطلعوا بالسليمه بالنسبه لهم في الوقت الحالي. وفي بشر عندها رؤيه لكمان خطوتين، ان احنا لو احنا عملنا الحاجات الفلانيه كمان خطوتين هنبقى احسن شويه. بس اللي اكيد ان لما يبقى فيه علم وبيتطور لازم يسيب حاجات، ولازم يحط حاجات جديده في العلم بتاعه. احنا الفتره اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، عايزين نقول ان احنا الدنيا عباره عن فترات. يمكن عشان كده لما رجعت للقرآن لقيت ان احنا معظم القصص بتبقى هو حاجات بتحصل، وبعدين ربنا بيشيل العالم ده بقى ونبدأ نشتغل من اول وجديد، وبعدين حاجات بتحصل، وبعدين ندي فرصة، وبعدين نعرض العرض اصلا، نعرض الفكرة، وبعدين طب اوكي هنشيل، وبعدين في دايما في كده ايه بروبوزل، عرض الشيء، وفي بعض الناس هتقدر تلقطه، في بعض الآخر مش هيبقى عايز يلقطه أصلا وهيدافع عن حقوقه وعن أفكاره. وفي الآخرين اللي هم والله ماشيين ربنا يسهل لهم، ماشيين جوه الحيط وبنموت وبنبقى وناس تانية بتتولد. في الآخر كل العالم ده هو كل شوية فيه فترات كده. احنا الفترة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي في حاجة اسمها علم نفس إيجابي. الصدى بتاعه هو ممكن يأثر على كل حاجة. يعني ممكن انت لو استخدمت الفكرة بتاعته ممكن تحسن بيها او تتعامل بيها بشكل سوي في الحياة كلها، سواء اذا كان في شركات، بيتك، مع مراتك، مع جوزك، مع ولادك، مع الجيران، يعني اي حد. هو طريقة تفكير، مايند سيت. لما درست الكوتشنج لقيت انه داخل فيه واحنا بندرس علم نفس ايجابي عشان الكوتشنج، عشان الريليشن شيب كوتشنج. كوتشنج علاقات ده معناها ان انا بتعامل مع بشر، مع بني ادمين، فلازم ابقى فاهمه يعني ايه بني ادم، يعني ايه نفسه، روح، هو احتياجاته ايه القيم بتاعته، حاجات كتير جدا. الاصل بتاعها بقى انا بقعد افكر لو رجعت بقى، لو انا ما كنتش مخلوقه النهارده وخلقت مثلا من 50 سنه، ما كانوش هيبقى في ساعتها علم نفس ايجابي، لان كان ساعتها في مرحله اخرى عايشه في الدنيا، كان في احتلال مثلا، فكانت الناس اصلا رايحه ناحيه تانية خالص، كان في حاجه تانية حاصله، كان في فكره الدرجات الاجتماعيه المختلفه والحرب ما بينهم، وان كل واحد فينا عايز يثبت ان هو موجود وان هو احسن. في كل مرحله وليها الطابع بتاعها وليها احتياجاتها وليها
ادوات اللي بتطلع علشان يا اما تساعدك انت تخليها تبقى الحياه طيبه، يا اما تخربها. ده موجود وده موجود والله، سواء اذا كنت حضرتك حبيت الفكره فهتستعملها، هتجربها، هتلاقي حياتك طيبه. هيبقى عندك شويه تحديات في النص في الاول، مع الوقت هتلاقي ان انت بتحاول بقدر امكانك تحمي نفسك من العدوى. اي انسان في الدنيا ممكن يتعدي من سلوك سيء او خير، يعني حاجه كويسه او حاجه وحشه، هما اتنين معديين. معديين مش معناها ان انا شخصيتي ضعيفه، معديه معناها ان احنا لو احنا مثلا في محيط في ناس كتير بتزعق لعيالها وفي طرفين مثلا مش بيزعقوا، في وقت الشده ممكن جدا نلاقي ان الطرفين اللي مش بيزعقوا دول بداوا يبقوا حرام يعلوا. في فيلم حلو قوي نزل جديد اتفرجوا عليه، هو كده كان جايب اللقطه دي، موجود في السينما دلوقتي، وانا اصلا ما بحفظش الاسامي فهكتب لكم الاسم بتاع الفيلم. يبقى احنا كده علم النفس ده حاجه اتطورت، واحنا دلوقتي بنشتغل بالتطور بتاع العلم، فهو في الاخر ساينس. اوكي، للي ما بيحبش الحاجات اللي هي اللي جايه من اللالا لاند، ده ساينس، ده علم. فالعلم طول عمره يا اما حد بيعرف في العلم ده يا اما حد بيجهله، مش معنى انه جاهل، بيجهل العلم ده، بيجهل شيء ما يعرفوش لغايه دلوقتي، لكن لما يعرفوا هيبقى يجهل اشياء اخرى بس عرف عن العلم ده. والعلم كبير وواسع وممكن اي حد يعرفه، واي حد ممكن لو بس نفتح هنا ونبقى عندنا شويه من اللي بيسموها الاوبنس، ان انا استلم حاجات مختلفه، وان انا مش كل ما تجيلي رساله اقوم انا صادها علشان هي مختلفه عني وعلشان انا عايز اعرف. فلما هعرف هبدا ساعتها اقيم، لما اقيم هبدا اشوف اذا كان فعلا الحاجه دي زيها زي اي حاجه في الدنيا ليها سلبيات وليها ايجابيات، وسلبياتها ممكن تبقى امتى وايجابيتها ممكن تبقى امتى، وازاي اصلا اقدر انفذ الاستراتيجيز بتاعتها عشان اقدر اطلع في الاخر انا كبني ادم ابقى انسانه بتعامل مع البشر ومع نفسي قبل البشر بشكل فيه حسنى وايجابيه. حسنى قبل الايجابيه، حسنى عشان اقدر اكون لما خلاص لما عمري يخلص ما اقعدش ايه، لو انا هنفترض مثلا ان انا هبص على نفسي من فوق كده، ما اقعدش اقول لا اله الا الله رحت هدر،